الذي يشهد الشرق والغرب أن الدنيا لم تعرف مثلها بعد الحرب العالمية الثانية، وما أفظع ما كان في هذه الحرب العالمية الثانية. بلاء كبير جدا. ماذا يعد؟ ما في صنف من أصناف البلاء إلا نواجهه أو واجهناه في سوريا أو في المغتربات السورية في أنحائها. ما في بلاء إلا واجهه السوريون ويواجهه أيضا كثير منه. أما أشد البلاء القاتل في الدنيا والآخرة هي أن نيأس من روح الله، وأن نيأس من التغيير، وأن نيأس من بلادنا مرة أخرى. أنا أعيش يوميا ويتصل بي عشرات وعشرات من الشباب ومن الأسرة من كل المدن السورية ومن الأماكن المختلفة. أتألم معهم وحسرة، ونحن عاجزون على أن نقوم بالواجب بالشكل المناسب. أكبر الخطر أن نيأس ونستسلم ونعتقد أنه لا يمكن أن نعيد بناء أمتنا وبلادنا من جديد. فهو أكبر الخطر. البارحة رجل كبير من رجال بلادنا، أشهد أنه من أفضل الرجال وأشجع الرجال، يقول لي وقد خرج على صفحتي أنني قد أخطأت معه. حدثني البارحة ما في فائدة انتهى الأمر. بلادنا لن تنهض مرة أخرى، ما في فائدة. رجل شجاع وجليل. أيها الإخوة، نحن الآن في ألمانيا. دعوني أذكركم بصفحة من صفحات تاريخ ألمانيا. بعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا مثل ما يقول التعبير الألماني حقل الدمار. ألمانيا كانت حقل نار ودمار. مدن مهدمة، بيوت مهدمة، طرقات مهدمة، لا يوجد شيء غير مهدم. عدد القتلى الألمان 6 ملايين، أكثر من 6 ملايين. 5 ملايين من هؤلاء من الجنوب. عدد الأسرى أكثر من 11,000 أسير. في جملتهم 3 ملايين و250,000 أسرى بالاتحاد السوفيتي. مات منهم للأسف 1,000,000 لأنهم عوملوا أسوأ معاملة واستخدموا في أشد الأعمال. كانت ألمانيا محتلة من قبل 4 جيوش. زعماء ألمانيا كانوا يحاكمون محاكمة مجرمي حرب. الأرض دمار، كل شيء دمار، كل شيء، المصانع، المزارع، كل شيء دمار. بعدين شيء آخر من الناحية الأدبية، العالم كله كان يقف ضدهم. العالم كله كان يكرههم ويقف ضدهم. لذلك وجد في ألمانيا في تلك الفترة مثل ما يوجد في بلادنا ناس يقولوا خلاص ما عاد في فائدة، ما عدنا ننهض من جديد. بهذه الفترة ارتفع صوت رجل اسمه كونراد أديناور، رجل ألماني كبير، وهو اللي انتخب من بعد أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. يقول من دار
يمارس السوء ذاته، تمام؟ دارس يمارس السوء ذاته. لا يجوز لأحد أن يقول تأخر الوقت أو فات وقت أو in their politics is يمارس السوء ist immer einen neuen Anfang. Es ist immer eine Zeit für einen neuen Anfang. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. يوجد دائما مهما كانت الظروف يوجد إمكان، يوجد وقت لبدء جديد. أنتم يا من تؤمنون بالله واليوم الآخر، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تيأسوا، يجب أن يتفجر الإيمان في قلوبكم وأن تثقوا بإمكانياتكم وقدرتكم على النهضة من جديد. لن تموت أمتنا وبلادنا أبدا، ولكننا نحتاج إلى شباب ورجال ملء قلوبهم الإيمان والثقة بالرحمن والثقة بالمستقبل، الثقة التي تقترن ببذل الجهد الحقيقي الذي يوصل إلى الأهداف. من الكلمات الألمانية الجميلة قد أقول من الكلمات الإنسانية، هذا الأمر لا يختص بألمانيا وغير ألمانيا. من الكلمات الإنسانية versagen darfst du, aber aufgeben nie. يعني أن تفشل، أن تكفر، أن تنهزم، هذا ممكن، يمكن التسامح فيه، aber aufgeben nie. أما الاستسلام فلا، لا يجوز أن نستسلم. الاستسلام ماذا أقول؟ أمر لا يليق بالإنسان ولا يرضاه الرحمن. الإنسان في حياته أمر طبيعي، يعثر، يسقط، يتقدم ويتأخر، ولكن يجب أن لا يفقد ثقته بربه وبنفسه وبمستقبله. فقد الثقة بالنفس موت وذل وعار وكل شيء قبيح في هذه الدنيا. فلن استكان شاندي أبدي كتب الأكبر، فلن استكان شاندي أبدي كتب الأكبر، يعني أن يعثر الإنسان ويسقط مو عار، لكن العار أن يبقى منبطح على الأرض. فلن استكان شاندي أبديش بفيدر أو فشتين، يعني أن لا ينهض مرة ثانية. أيها الإخوة، من هم جديرون بالنهوض أكثر من المؤمنين بالله رب العالمين الذي وعدهم إن صدق إيمانهم وعملهم بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لكن إذا أردت أن تصل إلى هدفك يجب أن تعرف ما هو الهدف الممكن وكيف تصل إلى هذا الهدف المؤمن. لا يكفي أن نقول